الاوزمبيك او المونجارو هيخليك تخس دهون ولا انت عمال تحرق في عضلاتك وخلاص؟ خليكم معايا. اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات دولاس فيتنس جايد. مبدئيا انا عارف ان انا غايب عنكم بقالي فتره طويله، لكن هبتدي ان انا ارجع التزم تاني في ان انا انزل فيديوهات بشكل كبير على اليوتيوب. فعشان تشجعني ان انا ارجع واستمر، اتمنى ان انت في بدايه الفيديو تضغط على اللايك وتضغط على السبسكرايب للقناه وتفعل جرس التنبيه، لان الحاجات دي بتعرف الالجوريزم ان الكونتنت اللي انا بقدمه هو فعلا كونتنت مفيد وبتحاول ان هي تنشره. الفترة اللي فاتت انتشر بشكل كبير جدا استخدام الناس للأوزمبيك وللمونجارو، وهيطلع حاجات كتير جدا. حتى وانت قاعد بتتفرج على الفيديو ده ممكن تلاقي اوريدي في منتجات جديده نازله. الفكره في الحاجات دي كلها، واحنا عملنا عنها فيديو قبل كده تقدر ترجع له فوق بيشرح كل حاجه عنها، بس انا هشرح عنها يعني نظره سريعه كده تعرفكم الدنيا فيها ايه. هي فكره ان انت عندك هرمون في جسمك اسمه GLP-1 او الجلوكاجون لايك بيبتايد 1. ده هرمون جسمك بيفرزه لما انت بتاكل. الهرمون ده بيعمل شويه حاجات كده هشرحها لكم بسرعه. هو ان هو نتيجه ان انت اكلت بيدي اشاره لجسمك ان هو يفرز انسولين، يقلل افراز الجلوكاجون، يبتدي ان هو كمان يدي اشاره لمراكز الشبع الموجوده في الهايبوثالاموس عشان تحفز عمليه الشبع ويبطئ افراغ المعده. الاربع حاجات دول اللي بيعملهم GLP-1. في حاجه اسمها السيماجلوتايد، وهي الماده الفعاله في الاوزمبيك وكمان في المونجارو وفي كل المنتجات المشتقه من الموضوع ده. السيماجلوتايد هو GLP-1 اجينست، بمعنى ان هو بيتصل بنفس المستقبلات اللي بيتصل بيها GLP-1. فهو بيعمل ايه؟ بيعمل نفس الوظائف اللي بيعملها GLP-1 بالظبط. يعني من الاخر كده اكنك اكلت من غير ما تاكل. الفترة الأخيرة ابتدى يبقى فيه داتا علمية على GLP-1، ولما تيجي تبص للداتا العلمية هتلاقي إن فيها حاجة مشتركة، إن الناس بتخسر كتلة عضلية كبيرة. تلتين الوزن اللي الناس بتخسره جاي من الكتلة العضلية مش من الدهون. طيب هل ده معناه إن المركب ده مركب خطر؟ حاجة زي المونجارو أو السيماجلوتايد هي حاجة مضرة ولا حاجة مفيدة؟ الأدوية دي لما اتعملت كعلاج لمرضى السكر من النوع الثاني او التايب 2 دايابيتكس، وهي بتساعدهم ان هم يخسروا الوزن كنتيجه جانبيه او كعارض جانبي للموضوع ده. لكن هو دلوقتي اي حد بيقدر ان هو يجيبه ويستخدمه في عمليه خساره الوزن. لكن فكره ان انت عمال تخس عضلات هي حاجه مش منطقيه الصراحه. مفيش حد هيستخدم منتج عشان يقعد يخس عضلات. هل ده معناه ان هو فعلا بيخسر عضلات؟ لكن تحت الكرايتيريا بتاعه الداتا والابحاث واختيار البوبيوليشن اللي بيستخدم المنتج ده. وعشان تفهم اللي انا بقوله ده ركز كويس جدا في الكلمتين الجايين. مين اغلبيه الناس اللي بتلجأ لاستخدام السيماجلوتايد او المونجارو؟ هي الناس الاوبيس الاوفر ويت. شكل حياتهم مختلف عن الشخص النورمال او الشخص العادي. مختلف ازاي؟ الناس دي اولا اغلب اكلها غلط، يعني هي مش متعوده بطبيعه الحال ان هي تاكل بروتينات. تاني حاجه حركتها قليله جدا. تالت حاجه ما بيمارسوش اي شكل من اشكال تمارين المقاومه، ولو مارسوها ما بيستمروش عليها. تعال بقى هات الشخص ده اللي دي ظروف حياته، اديله دواء من الاخر كده يمنع عنه الاكل. هو الدواء ده بيعمل لك ستارفيشن بشكل ممنهج، بيمنعك من ان انت تاكل. انت ما بتجوعش. شخص ما بيتمرنش، ما بيقدرش ياكل بروتينات بطبيعته او مش متعود ان هو ياكل بروتينات بطبيعته، دلوقتي مش هيقدر ياكلها لان البروتينات هي من اكتر الحاجات المشبعه. حركته قليله جدا. ايه اللي هيحصل؟ هيخسر عضلات. دي نتيجه طبيعيه، سواء اخدت سيماجلوتايد او ما خدتش سيماجلوتايد. حطيت نفسك في سعرات قليله جدا ومفيش بروتينات كافيه ومفيش حركه ومفيش كمان توظيف للعضلات، ودايما كده في مصطلح بيقول لك يوز ات اور لوز ات. اجمع العوامل دي كلها مع بعض هتلاقي ان انت بتخسر كتله عضليه كبيره قوي. السيماجلوتايد والمونجارو هو مخصص لفئه محدده من الناس. هو عامل شبه عمليات التكميم كده. على فكره الناس اللي بتعمل تكميم بيحصل لها نفس الحاجات بالظبط. لو انت هتستخدم العقار ده او الدواء ده لازم تكون فعلا محتاجه. والناس اللي محتاجه له هي الناس اللي هي لو ما خستش دلوقتي هي هتضطر ان هي تعمل عمليات او هتخش في مشاكل صحيه كبيره قوي. فلو انت مش واحد من الناس اللي انا بتكلم عنهم دول، او وكمان مش من مريض من مرضى تايب 2 دايابيتكس، او الدكتور مش واصفه لك كعلاج، ما انصحكش ابدا ان انت تاخده. لان في مشكله تانية كمان يمكن اغلب الناس ما بتتكلمش فيها.
مشكله ان مفيش داتا علميه كافيه على لما توقف بقى العقار ده ايه اللي هيحصل لك. هل هيبقى فيه ريباوند؟ هل هيبقى فيه جوع اكتر من الطبيعي؟ هل هتفضل برضه مش عارف تاكل؟ ايه اللي هيحصل؟ محدش عارف، لان الناس اللي بتاخده ما زالت مستمره عليه، واللي وقفوه لسه ما خضعوش لتجارب علميه تسمح لينا ان احنا نجمع داتا كافيه عن النتيجه بتاعت ايقاف استخدام المنتج ده هتبقى عامله ازاي. هل انت عندك استعداد ان انت تتحمل انك تفضل عايش على دواء مدى الحياه؟ ده بعيدا عن تكلفته طبعا، لان هو تكلفته عاليه. لو انت يا عم هتفضل ماشي عليه مدى الحياه، طب هل انت تعرف على اللونج ران اضراره ايه؟ محدش يعرف. ده حاجه كلها لسه انت بتتكلم في حاجه يعني لسه استخدامها كوميرشال بقاله كام سنه. هو اصلا لسه مصرح ليه ان هو يتم استخدامه كعلاج لتايب 2 دايابيتكس السنه اللي فاتت. فيعني انت بتتكلم في حاجه لا انت عارف اللونج تيرم بتاع استخدامها هيبقى عامل ازاي، ولا انت عارف ايه اللي هيحصل لو انت استخدمتها شورت تيرم ووقفتها. فانت يعني مش ضامن اي شكل من اشكال الحفاظ على صحتك. فنصيحتي وهي اللي دايما بقولها، الاعتدال في كل حاجه في الدنيا حلو. كل اللي عليك تعمله بمنتهى الاختصار ان انت زود بروتيناتك، زود الالياف بتاعتك، خلي اللايف بتاعك فعلا يساعدك ان انت تخس، تحرك كتير، مارس الرياضه، وخد العمليه ببطء. هتلاقي ان انت عمال تخسر وزن تدريجي، والدنيا عماله معاك تتحسن يوم عن التاني، وهتوصل لهدفك. مش بالسرعه اللي هيوصلك بيها المونجارو ولا السيماجلوتايد ولا الاوزمبيك ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها، لكن هتوصل لهدفك من غير ما تدخل جسمك اي عامل خارجي يعمل ده. وفي نفس الوقت هتبقى عارف ان انت بتحسن صحتك وتعرف تحافظ على الحاجه دي مدى الحياه. اتمنى لو انتوا استفدتوا من الفيديو القصير السريع ده اللي هو الرجعه بتاعتي تاني اليوتيوب. لو ما ضغطتش لايك تضغط لايك، لو ما فعلتش جرس التنبيه تفعله، لو طبعا مش مشترك في القناه واول مره ليك معانا هنا خد لك لفه سريعه كده في القناه، هتلاقي محتوى كتير جدا جدا يساعدك ان انت تفهم كل اللي انت محتاج تعرفه عن التغذيه والتمرين. كان معاكم دوله من دولس فيتنس جايد، واستنوني في الفيديو الجديد.